السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى أهالي جمهورية مصر العربية، السلام عليكم، كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير. جماعة، أحمد الله يرحمه توفى، وربي يجبر خاطر أمين ويجبر خاطر الجميع، ولكن الموضوع إنه أنتوا بتتكلموا عليه مرة كتير، وهذا شيء يوجع القلب، يوجع قلبي أنا اللي مالي لا أنا في التور ولا في الطحين. هذا البني آدم الله يرحمه ويغفر له ظهر لي كده ملك نزل من السماء وقال لي يا كريمان هذا الولد اتوفى. أي كل ما تكرر الموضوع عن أحمد يوجع القلب زيادة. اللي يحب أحمد يتصدق له، اللي يحب أحمد يوقف جنب أمه وأخوانه، اللي يحب أحمد ياخد حقه زي ما أنا قرأت إنه هو جدا مظلوم. هذا اللي يحب أحمد يدعي له، يتصدق له، يوقف جنب أمه، ياخد حقه في صمت، في صمت. جماعة الموضوع يوجع. أنا اللي في السعودية في جدة بعيدة عنكم وما أقرب له ولا أعرفه، يعني في جاتني رسالة، هو أكيد أنت تعرفي. أعرفه إيه؟ هو قد عيالي، عمره 31 سنة، أعرف إيه؟ يعني أكون أنا مثلا لاعبة قديمة في الزمالك يعني؟ ولا بيني وبينهم أنا كنت في الأشبال، كريمان الغامدي في الأشبال في كرة القدم؟ هذا الولد بينه وبين الله سبحانه وتعالى حكمة ونفذت. فأي أحد يحب أحمد وزعلان عليه يدعي له، يتصدق له، يوقف جنب أمه وأخوانه وياخذوا حقه من اللي ظلمه بكل أريحية. أما كل شوية نطلع في فيديو دد وخلاص، يعني الواحد قلبه موجوع. أحمد يوجع القلب، فكفاية يعني كفاية. خلونا نفرح للمكانة اللي فيها أحمد اللي كلنا نتمناها. أنا أتمنى أكون في مكان أحمد الله يرحمه. هو عند الله، هو عند رب رحيم أحن من أمه عليه. فممكن يا أخواني وأخواتي المصريين أحبابي نخف من موضوع أحمد علشان نقدر نخلي أمه قلبها يهدى وهو ولن يهدى. ممكن لو سمحتوا. شكرا. كريمان الغامدي.